بعتذر يا عبد الله، انتوا كنتوا رفقة. ايه سعدو، كنا رفقة. لو مو رفقة انا ما كنت حكيت هيك شي، ما كنت قبلت نعذبه هيك. بس هذا بيستاهل هالشي. نحن لازم نورجيه غلطه، خليه يعرف نحن كيف بنتصرف مع اللي بيغلط معنا. عم تحكي وكأنه قرارك عبد الله. كانت فكرتي انا انه نعذبه. لك عادي ولو ما أنا مهم. اذا دفتر الحسابات صار جاهز هلا رح تجي المحامية على نفس المكان هداك. امشوا يلا. يا محامي احمد، يا محامي احمد، فكوه فكوه بسرعة. بعمري ما تخيلت شوف المحامي أحمد بهالشكل البشع قدامي. ليك لونك صار أصفر. يلا يا محامينا القوي، كون جاهز. جاي على بالك تموت؟ يلا قول باي باي. عبد الله. زياد، أنت خذ تفضل. أنا مسكته لعدونا، أنت تصرف. راح تفوتوا انتوا لمحله. بس هذا يلي عمل كل شيء، هذا الحيوان. انبطحوا على الأرض. اسمعني، أنا ما بطيح. عملت شيء، أنا مسكته لعدونا. هذا هو اللي عمل كل شيء، وهذا هو الشيطان، وهذا هو اللي كان عم يخدعنا كلنا. هذا هو المحامي. يا زياد أنا على طول بصفك. لا تحكي شيء. يا زياد لا قول. تقتلني هون. زياد شو صار لجوا. لك؟ أنت أكيد نسيت إني رفيقك القريب. زياد زياد معقولة تعمل فيني هيك؟ بحافله. زياد حاكيني شوي. تعملها يا زياد، لا تعمل فيني هيك. أنا بس كنت عم ساعدك. فكر فيها شوي، لا تقتلني إلي، بس فكر شوي. طلعني من هون، أنا مالي ذنب باللي صار. يلا يا ربي زياد شو عم تعمل؟ بسرعة شعلها. اطلع من هون، أنا مالي يلا. ذنب. زياد زياد كرمال الله طلعني. بس اسمعني شو راح أحكي، مالي ذنب بكل شيء. بس اسمعني شوي يا زياد. زياد لا تعمله، أنا رح موت، ما بدي موت. لا تتركني هون، افتح لي الباب لأطلع. روح امشي. زياد لك يا زياد. زياد الله ما راح. زياد 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 ارجع لعندهم هلا وطلعهم من الغرفة. أخي 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 عبد الله. بابا بكفي يا بس بنتي، اسمعني بكفي شوي. خلاص. بابا بكفي بقى. بابا رح تطلع حلوة عليك طيب. ايه بس أنا ماني رايق. يا الله منك. شفتي؟ يا الله منك يا حضرتك ما بابا. قدرتي تعلمي هالبنت شي، صارت كبيرة ولساتها غبية ما بتفكر. انت دائما متعصب مني بلا سبب. بابا ليك الاتصال من أنقرة. هاتي تفضل بابا. ورجيني. يلا يا بنت انزلي روحي عند هنيك. الو. برافو عليك يا شكور، قدرت تعمل شي جديد يلفت لي انتباهي ويخليني غير رأيي فيك. شكرا كتير لك، بس ليش شو صاير؟ ما فهمت عليك شي. بيعجبني انك عم تعمل حالك ما بتعرف شي وكأنه شي عادي عندك. انا عم احكي عن رئيس غرفة التجارة والحرف، كان عم يشتغل شغل غلط وانت الوحيد يلي وقفته عند حده بالوقت الصح. بس انت غلطان، ما لي علاقة بهي الامور كلها. صار هالشي بدون ما اعرف انا. بس شو بقول، هالموضوع فادني. بس ما في حدا ممكن يثبت انه لي علاقة بهالموضوع. لا تخليني اضحك، فكر منيح مين ممكن يكون غيرك انت. رح سكر وانت خليك عم تفكر مين ممكن يقوس رئيس الغرفة. مين بيعملها؟ معه حق، ما حدا غيري ممكن يوصل لرئيس الغرفة، بس مو انا قوصته. انتبه يا شكور، الكل رح يفكر انه انت اللي عملتها.
زياد رح يفكر انه انا ما فيني ضل. طبعا لازم نروح من هون قبل ما يعرف الكل فيها للحادثة. فورا لازم نروح. زهور ضبي لي اغراضي، انا رح روح. واتصلي بعبد الله خليه يجهز لي سيارة فورا. عبد الله مانو هون. حاكي سعيد. سعيد ماله هون. غيرون. ما في حدا. قومي جهزي الاغراض. غريب، وين راح الكل هلا؟ لوين رايح هالمرة؟ على أنقرة، على البستان، اسطنبول. شو بيعرفني لوين بدي روح؟ خلي حدا من الشباب يجهز سيارة. وحضروا اغراضي، رح تجننوني على الآخر. تركي هي من ايدك، تركي لي هالجريدة من ايدك، بكفي بقى. شو هاد يا الله؟ ها شرفوا كمان. يعطيك العافية. يا أهلين. سؤال، في حجز باسمي؟ شو اسمك؟ وليد أنفير. أستاذ وليد؟ وقع هون لو سمحت. بعد إذنك هويتك. تفضل. ساعد الأستاذ وليد. تفضل معي. أخيراً هذا اتصل. طول كتير لو وصل على الفندق. من الطبيعي إنه الواحد يروح يتخبى لفترة، هذا أحسن حل، لأنه إذا سافر فوراً بعد الحادثة بيجذب الانتباه. نطر لحتى هديوا كلهم، وعلى أول فرصة صحت له رجعة ملاطيا، وقعد بالفندق يلي اتفقنا عليه. وين كان امبارح برأيك؟ وليد عطول بيلاقي حل، قال إنه بيضل بالشارع إذا اضطر الأمر. معقول يقضي ليلة كاملة بالشارع؟ يمكن رح يعمل هيك إذا اضطر. هلأ منستنى ومنشوف. احكي لي عن الكباب، بيقولوا عنه كتير طيب. هلا بتشوف. كمال، شو صار بالكباب؟
هلا بما انه زياد خبى موضوع الرئيس عن الباقي وراح بدون ما يخبر حدا، بدنا نعرف شو الصح. في شي عم تخبوه عني؟ زياد راح بسرعة لما كان عنا ضيوف، هذا بيعني شي واحد، إنكم مخبيين شي عني. شو القصة حكولي؟ قوصوا رئيس الغرفة والكل شاكك بشكور. ما بدنا نترك زياد لحاله. بس هو لو كان بده ياكن معه كان قالكن هالشي بنفسه، كان يقلنا انتظروا مني خبر بس على الأقل لازم نروح على المشفى نشوف الرئيس. نحن انتخبنا الرئيس بأصواتنا، كل يلي ساعدهم عنده هلأ بالمشفى، أهل الضياع والتجار وكل الناس هنيك، بس نحن هون لساتنا عم نحكي بين بعض. يلا نروح. مو كنا رايحين على المطار؟ غيرت رأيي، رح نضل هون. لا تقول لحدا اني هون ولا حتى مرتي. دير عمرك بالك. آغا. نحن لازم نروح على المشفى نتأكد من الوضع. شو وضع الرئيس؟ مين المشتبه فيه؟ في شيء أدلة؟ في حدا شافه لوليد وتأكد منه هو؟ لازم نعرف كل شيء. بدنا ناخد خطواتنا الجاية بطريقة صحيحة. خبر الشباب بأنقرة. ماشي أخي. ليك رستوم، حاول لا تجذب الانتباه لما تسأل، وحاول لا تسأل أسئلة غريبة كتير. عيب عليك الحكي، ما في داعي تحكي لي إياه أبداً. تمام، لا تؤاخذنا. حاول إنك ما تتأخر. يسلموا.
لا تقرب علي. عم اقول لك لا تقرب علي. امشي. أهلا وسهلا. كيفك مهران؟ أنا طه. زياد قال لا تخبر حدا بهالشي، بس هو ماله هون من الصبح. يفضل تجي على المشفى. قوصوا رئيس غرفة التجارة والحرفيين. زياد راح ليفهم كل شي. خلينا نحكي وش لوش. تمام، جاي فورا. تعال يلا. احكي هلا. رح تقلي الحقيقة؟ احكي. تتذكر من 8 سنين شو صار؟ انت بوقتها ورجيتني عنوان بيت كمال، بس بما انه لساتك معهم، تعرف شو بكلفك هالموضوع؟ ما بيعرفوا شيء ابدا. ليك خلينا نتفق على شيء. نلعب اللعبة القديمة. انت بتقلي الصراحة وبخليك تروح. تعرف انه انا قد كلمتي. رح اعطيك فرصة، وهي اخر فرصة لك. شو ما بدك انا موافق. طيب لكن احكي هلا، مين قوصه؟ وليد قوصه. وليد. مين وليد؟ رفيق محمود اغا، من هنن وصغار. اجا من اسطنبول وهو قوصه اخي. كتير منيح. شو هالحكي الحلو؟ وين بيشتغل هالوليد هاد؟ هو قاتل مأجور. تعرف اذا كنت عم تكذب علي. ما عم تكذب مو؟ لا مستحيل، مستحيل كذب. يلا قوم روح معي. قوم يلا تحرك. تفضل. من بعدك. لوين؟ عالرابع. اللي بشو عم تفكر؟ زياد لسه ما رجع، ما في أخبار. لا تخاف، حسب معرفتي بزياد هو رح يرجع منيح، لا تخاف. يا معلم أنا عم فكر بكرهه أكتر ما أكون قلقان عليه. بعد كل هالسنين وقد ايه قتلنا فيها ونحن جنب بعض وتحملنا بعض. مبين إنه هو رح يحل هالموضوع، بس انزعجت إنه ما أخدني معه. غير هيك أنا مالي خايف عليه بنوب. مثل ما قلت أنت، زياد مثل ما راح بيرجع منيح، متأكد من هالشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلامتك يا زعيم. أهلين. مرحبا طه. الحمد لله أنك بصحة منيحة. الحمد لله، بس رجلي مو منيحة. صعب امشي بعد اللي صار. شوية وقت بس ورح ترجع تمشي. لو بده المجرم كان قتلني. كانت غايته يصيب رجلي وعمل اللي بده اياه. ما قدرت تشوف وشه؟ ما كان واضح،
بس أنا متأكد إني ما بعرفه. بالنهاية رح نعرف مين. صار وقت نغير على كيف الجرح. صار مريضنا؟ ان شاء الله احسن. بسرعة. بدنا نشوف الجرح لو سمحتوا، انتظروا المريض برا. قربي. باين انك احسن. إيه الحمد لله. قالكن زياد شي وين رح يروح؟ ما قال شي ولا حتى عرفتوا مين اللي قوص على رجل الزعيم؟ ولا أي دليل. معناها نحن ما رح فينا نعمل شي غير إنه ننتظر زياد. اوه اهلا وسهلا سعدو. انا اسف محمود اغا، اجينا لعندك بدون موعد. شو يلي عم تحكي؟ انت فيك تعتبر هذا المكان بيتك الثاني، انت واحد من هي العيله الكبيره وفيك تزورنا بالوقت اللي انت بتحبه. تفضل اقعد. بس انا مو جاي لاقعد، في موضوع اهم جاي كرماله. سمعت انك عم تحول لحسابات الناس مصاري مقابل ينفذوا لك طلباتك. هالحكي مو منيح بحقي ابدا. اسمع منيح محمود اغلو، نحن مانا مجرمين، ما بنقتل حدا ولا بنعتدي على حدا ظلم. بس انا اللي بقرر اذا اللي عم اقوله منيح بحقك ولا لا. المبلغ اللي عم احكي عنه هو نفسه اللي صار بحساب الجاسوس المحامي احمد. انا ما بعرف الشيء اللي عم تعملوه، بس انت لازم تسمع هالكلمتين. بتمنى منك انه تخلي عيلتك بعيدة عن كل عمايلك الوسخة، واعتبر هي نصيحة إلك. عيلتك ما رح تفوت بمشاكلك، لهيك قلت بيجي لعندك وبحذرك. صفي حساباتك وشغلك بعيد عنهم، وهلأ الله معك. عم بيقول لي ضل بعيد. ايه ما رح تحلم بهالشي. حسابات عائلتنا مع عائلتكم لسه بدها وقت طويل لحتى تخلص. المزعج انه نحن قاعدين وما عم نعمل شي. لو انه نحن بنقدر نعرف وين زياد ونساعده. يبدو إنه هالقصة ما رح تنحل حتى يرجع زياد. شكلهم الشباب هلأ سمعوا، رح يكون صعب نحكي لهم هلأ. ليش نحن آخر عالم بتعرف باللي صار؟ رح فهمك اللي صار بالتفصيل، العصبية ما رح تحل القصة. فينا نعرف وين زياد؟ زياد هلأ بيجي، بس خلونا نهدى شوي. هلأ وقت نهدى يا مهران آغا، بيوصوا العالم ايمت ما بدهم وبتقولوا اهدى. معك حق إبراهيم، بس مو طالع بإيدنا شي. لازم ما تنسى إنه نحن بالمشفى. كيف صار وضع الزعيم؟ منيح الحمد لله. نحن لازم نفوت ونسلم عليه. ايه أكيد، هلأ بيخبرونا إمتى فينا نفوت. هلأ تفضلوا لحتى نقعد. هذا هو الفندق. هلا بدي فوت على هالفندق بدون ما حدا ينتبه. رستم، إذا بتغلط أي غلطة رح تاكل رصاصة. يلا خلينا نفوت، بس مثل ما قلت لك لازم تنتبه كتير منيح. ولا زياد؟ أنت لاحقني حتى على الفندق؟ الواحد صعب إنه يعيش بعيد عنك. الله يخلصني من هالبلوة. ما عم صدق يا عيوني، أنا لازم أطلع من هون. مين هالشباب؟ يمكن هن من عائلة أوغلو. واقف. للطابق الرابع. ليش ما نطلع بالأسانسير؟ طيب يلا. يلا كبيس. قدامي.
شو يلي جابون بهذا الوقت؟ بعد 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 بعد. يلا ما في حدا هون. وين بده يروح يعني؟ عم تسألني أنا وين بيكون؟ ما أنا طول الوقت جنبك. هلا مو وقت هالحكي، تعا معي. ارجع. الو. المحامية ريحان اتصلت من شوي وليد بيك وقالت إني وصل لك هذا الكلام. وشو هو قال لي؟ قالت إنه اليوم المساء رح تنتظرك جنب المحطة. أنا هون، أنا هون، بترجاكم ساعدوني، طلعوني من هون رح أختنق، ساعدوني، أنا والله ما لي علاقة بشي، ساعدوني مشان الله، ساعدوني مشان الله، حدا يساعدني، والله أنا ما لي علاقة بأي شي، بس اتركوني بحالي، أنا عندي أولاد صغار، ساعدوني أنا مالي غيركم، ساعدوني الله يخليكم. مين بتكوني؟ موظفة من خدمة الغرف. مين عمل هيك؟ زلمة أصلعه طويل كتير. وليد أصلع شي؟ شعره شايب. خلوني روح. فكها لشوف. مشان الله أنا مالي علاقة بشي، مالي أي علاقة. فكني بسرعة الله يخليك. امشي. ما فيني استنى أكثر، أنا رح لاقي زياد آغا. رح أجي معك. وأنا رح أجي. اسمعوني شوي، وين راح تدوروا على الآغا؟ بدكم تروحوا يمين ولا بتروحوا يسار؟ إذا بتعرفوا وين بتلاقوه خدوني معكم. ليش انتم ما عم تجاوبوا؟ قولوا لي وين رايحين؟ لو إنه بنعرف وين زياد ما كنا ضلينا هون ولا دقيقة، بس مو طالع بإيدنا أي شيء، أنا وزياد ومهران كنا سوا من قبل السجن وكنا نحل مشاكلنا كلها مع بعض، وكمان بالسجن قدرنا نحارب كل الظلم ونكون أقوى منه. أنت ما فيك أبداً تروح تدور على زياد وأنت ما بتعرف وين رح يكون. ممكن يكون المكان اللي رح تدور فيه على زياد غلط. نحن لازم نهدى ونفكر بعقلنا كرمال ما نندم. وأكيد نحن ما رح نستغني عن زياد. عندي أمل إنه رح نلاقي طرف الخيط، وبكرة رح تتذكروا هالكلام هاد. ببالي شي رح يوصلنا لطرف الخيط. هذا الشيء اللي عمله الزعيم كان لينقذ أهل الضيعة، صح؟ وقت أخذ القرض أهل الضيعة دفعوا الرهونات، بس مين تأذى بهالقصة؟ شكور آغا. لهيك أنا عم أقول ما حدا غير شكور بده يحاول يوصل للزعيم. أنا فكرت بهذا الشيء، بس شكور مانو غبي لهالدرجة. هو الاسم الأول اللي بيخطر ببال الشرطة بدون شك. برأيي شكور ما رح يحط حاله بهيك موقف. امتى بدنا نخلص من قرف المشافي والسجن اخي يوسف؟ والله وأنا مليت من هالشي. حياتنا صارت أغلبها بهالمكانين، بس عم ينفرضوا علينا، ما عم يكون عنا خيار تاني. يا أما بدنا نزور حدا بالسجن يا أما بيموت حدا بنعرفه. بتمنى تكون هاي آخر مرة. يا أستاذ، يا السلام أستاذ، عليكم. أستاذ تفضل عندي رجاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. أهلا. كيفك يا أخي حيدر؟ أنا منيح نشكر الله. أهلا فيك يا أخي. شو صار معكم؟ هن راحوا يجيبوا أغراض كرمال المراسم.
برأيي لازم تروح. لا تخلي العم جبرائيل يقلق عليك أكتر. لا تقلقوا أبدا، إذا صار شي فورا منخبركم. كيف صار مريضنا؟ منيح. سمعتوا أي أخبار عن زياد؟ للأسف لسه ما سمعنا أي خبر. والله زياد طلع شاطر كتير، بس كيف قدر يلاقينا؟ شوفي خير إن شاء الله. موعدنا بالمحطة على الساعة 8. ريحان. إيه أكيد منشوفك. أخي حيدر اسمعني، اوعك تقول شي لجبرائيل وجوري. لا تاكل هم معلم مهران، أنا ما رح أحكي شي. بصراحة أنا كتير بحترم شغلك يا مدام، هذا ما سهل أبداً، وأنا مقدر كل التعب يلي عم تتعبيه. اللي زعجني كتير إنه في مدام مثل حضرتك تأذت ومن دون سبب، وأنا أجيت لهون لأقدر ساعدك. اسمعني أستاذ، أنا بحترم كتير خوفك الكبير وإنك حبيت تلتقي فيني بهالمكان لتقدم المساعدة، بس أنت عم تقلي إني لازم ألغي كل شي بيجمعني بشكور، وهذا الشي رح يكون كتير صعب علي. لهيك أنا بتمنى منك إنك تتقبل رأيي بهذا الموضوع شو ما كانت النتيجة. لا تستعجلي بقرارك وفكري منيح. أنت ما حاولت إنك تأذيني وهالشي منيح، وإجيت ورحبت فيني كمان، بس بيكون أحسن إذا ما بقى التقينا سوا، لأنه بظن إنه أنت ما بتعرفني منيح ولا بتعرف العالم اللي عم اشتغل معهم. لهيك الله معك. بتمنى ترجعي عن قرارك. ما بظن. زياد؟ ايه يا حضرة المحامية، زياد بذاته. اوعك تطلعي وراكي ولا تحاولي تعملي شيء، بس اسمعي اللي رح اقوله. اسمعي، هاي المرة حياتك معتمدة عليكي، لهيك لازم تجاوبيني على سؤالي، بس لازم تنتبهي على كل حرف. إذا بتجاوبي إيه وقتها أنت رح تعيشي. عم تفهمي؟ تمام. مع مين كنتي قاعدة؟ مع وليد ما؟ إيه. أنت بدك تتركي عيلة كاتير أوغلو؟ إيه. ورح تتركي المدينة خلال 24 ساعة؟ إيه. وما بدي حدا يعرف إنه صار الحديث بيناتنا. تمام. ما بظل ضل عندك شي لسه تخبريني فيه.
وهلا حضرة المحامية الله معك. وليد، انت بتعرف شي مين بيكون زياد؟ لا. هلا رح تتعرف عليه. يلا ارجع لورا ولا تعمل اي حركة غلط. تعال هون لشوف. قرب. يلا طالع مسدسك. هلا صار معي. تعال عندي يلا. شو رأيك نروح أنا وأنت مشوار؟ امشي امشي قدامي. وقف. يلا وقف. هلا صار فيك تشوفني. زياد، خلاص بترجاك زياد، بترجاك يا زياد، لا تعمل فيني هيك. زياد بترجاك لا تقتلني، بترجاك لو سمحت. زياد لو سمحت، زياد لا تقتلني. تعال هون. زياد انا بترجاك. زياد لو سمحت. زياد زياد تحرك. يلا تحرك. اسمع، قل لي كم واحد انت قوصت بحياتك؟ كم واحد؟ احكي. يلا قل لي لشوف. كم واحد؟ 5 7 9؟ يلا احكي. زياد بترجاك، انا رح اعمل شو ما بدك. مو مهم، بس انا بدي منك تجاوب على كل اسئلتي. انت لعبت شي مرة لعبة الحظ؟ ليك شايف هالمكان هنيك؟ عم بسألك، شايفه؟ انت هلا عندك فرصة وفيك تختار. بعمل يلي رح يجي يمين ولا يسار؟ اختار. اختار واحد. يلا اختار. ليك إذا ما بيجي القطار من الطريق اللي اخترته بوعدك إنه رح تعيش. بترجاك زياد لا تعمل فيني هيك. بترجاك لو سمحت زياد، إذا بتريد وقف. زياد لا تعمل فيني هيك، لا تعمل فيني هيك. بترجاك زياد لو سمحت. خلاص. يلا اختار واحد من هالطريقين. اختار لشوف. لا لا تعمل هيك. يلا بترجاك. أي واحد اخترت؟ خلصني اختار. سمحت زياد. أي لا واحد. لا قل لي لو شو سمحت. اخترت. خلصني. زياد. لا تعمل هيك. أي جهة؟ أعطيني فرصة بترجاك زياد. أنا هلا عم بعطيك فرصة. لا زياد لا تعمل هيك فيني. أي واحد. اختار يلا. يلا اختار. انت هيك عم تضيع وقت. هي الجهة، هي الجهة. تمام. هي. لكن تعال هون يلا. تحرك. لا زياد، لا زياد بترجاك. يلا عود. بترجاك لا تعمل هيك. لا لا تعمل هيك فيني زياد. لو سمحت يا زياد، مستعد اعمل يلي بدك اياه. اتركني بس، اتركني. الله يوفقك، اتركني. سامحني سامحني رح زياد، نشوف لا تعمل اختيارك. هيك. بترجاك
زياد ما بقى ينفع الحكي. زياد لو سمحت زياد، بترجاك جاي القطار. زياد نزيل، قطار جاي. زياد ما بدي موت زياد. انتبه منيح واستغل الفرصة. لا تتركني يا زياد. لا لا يا زياد. زياد زياد لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.